اهلا بيكم يا شباب، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وكويسين. النهارده نتكلم عن 11 ميزة، 11 حاجة لازم تفعلها على الايفون بتاعك علشان تقدر تستفاد منه باقصى استفادة. هنبتدي على طول من غير اي رغي كتير. اعمل لايك للفيديو واشترك للقناة ويلا بينا نبدأ على طول. ما ينفعش يكون معاك ايفون ومش عارف تستخدم او مش عارف ان الايفون بتاعك فيه ميزة اسمها جايد اكسس. ايه هي الجايد اكسس؟ الجايد اكسس يا شباب ان انت مثلا لو حد من صحابك عاوز يتصفح او ياخد الموبايل بتاعك، عاوز يشوف صورة معينة. يعني مثلا انت فتحت الفيسبوك بتاعك، تمام، وبتقلب كده في الفيسبوك والدنيا لطيفة، فبتقول له بص شوف الموضوع ده. فهو انت هتديله الموبايل وخايف ان هو يدخل على حاجة تانية. هتعمل ايه؟ هتفعل الجايد اكسس. هتعمل ايه بقى؟ هتدوس على زرار الباور ده 3 مرات. انا هقول لك دلوقتي الجايد اكسس ده بيعمل ايه وبعد كده هقول لك تفعله ازاي. 3 مرات هيعمل لك حاجه اسمها الجايد اكسس. ايه اللي حصل؟ ان هو قفل خلاص الجهاز بتاعك، ما بقاش يقدر يعمل حاجه غير ان هو يتصفح على الفيسبوك، ما يقدرش يعمل حاجه تانية، ما يقدرش يخرج من الفيسبوك. هو يعني خلاص هو دلوقتي اتشل في التطبيق ده، الموضوع خلص عنده. تمام؟ طيب نلغيها ازاي؟ طبعا انت اللي هتعمل الكلام ده. 3 ضغطات ويقول لك الباسورد. هتدخل الباسورد بتاعك. بعد ما تدخله هيقول لك اند ولا ريسيوم. طبعا الاند دي انا عايز اوريك حاجه تحت هنا، في حاجه اسمها اوبشن. هنا انت ممكن مش بس تخليه ما يطلعش بره الفيسبوك، لا ده انت ممكن كمان توقف التاتش، ممكن توقف ان هو ما يكتبش على الكيبورد، ممكن توقف حاجات تانية. فالجايد اكسس دي مهمه جدا. لو موبايلك بيروح لاي حد تاني لازم تفعل الخاصيه دي قبل ما حد يمسك موبايلك. طب ازاي بقى نفعل الخدمه دي او الجايد اكسس دي؟ كل الموضوع ان حضرتك هتروح على، تعالوا بقى كده نشوف، هتروح على السيتنج، تمام، وتروح على accessibility. في حاجه تحت هنا اسمها الجايد اكسس. تدخل على الجايد اكسس، هتفعلها وتعمل باسكود سيتنج. هتدخل تعمل الفيس اي دي بتاعك وتدخل الباسورد بتاعك، وكده الجايد اكسس بتاعك اشتغل زي الفل. طيب حاجه تانية لازم تكون بتعملها على الايفون بتاعك اول ما تستخدم الايفون، لازم تقفل اللوكيشن. يعني ايه نقفل اللوكيشن؟ هتدخل على السيتنج، تدخل على برايفسي والسكيورتي، او ال خلينا بالعربي الحمايه والخصوصيه. تدخل هنا لوكيشن سيرفيسز وتعملها اوف. هي بتبقى كده. شوف كام ابلكيشن واخد يعرف موقعك. ليه ده يحصل؟ لازم تعملها اوف. تمام؟ طيب وفي حاجه تانية تحتيها اسمها تراكنج، تدخل عليها وبرضه تعملها اوف. يعني ايه التراكنج؟ هو بيتتبعك. طب وهو ليه الايفون بتاعي يتتبعني يعني؟ معلش، فين الخصوصيه في الموضوع؟ طيب الحاجه رقم 3، ازاي تعرف اي باسورد؟ ازاي تعرف اي باسورد؟ ده يعني انت دلوقتي عندك الفيسبوك بتاعك على الايفون بتاعك، عاوز تعرف انت نسيت الفيسبوك بتاعك، عايز تعرفه، تعمل ايه؟ بص يا باشا، كل اللي هتعمله هتدخل على كلمة باسورد، تدخل على السيتنج، او تدخل بعد ما تدخل على السيتنج في حاجة هنا اسمها باسورد او الرقم السري او الارقام السرية، تدخل عليها. تمام؟ هيطلب منك الفيس اي دي، هتقول له اتفضل الفيس اي دي. بعد كده هيقول لك دي كده عندك الفيسبوك وهو ابل والكلام ده. تدخل، بعد ما تدخل يعني انت مثلا لو دخلت هنا كده، ده الباسورد. خلاص الباسورد ده بقى حضرتك اول ما هتدوس عليه هيظهر، فلما يظهر حضرتك تعرف الباسورد بتاعك من الايفون. طيب حاجة تانية مهمة في الفيس اي دي، تدخل على السيتنج وتدخل على الفيس اي دي من السيتنج وتدخل الباسورد بتاعك. طبعا لازم تفعل الحاجات دي كلها، لكن من الحاجات المهمة اللي لازم تفعلها stolen device protection. دي وظيفتها ايه بقى لما بتعملها اون؟ بص يا باشا، انت لو معاك الايفون بتاعي ومعاك الباسورد كمان، ما تقدرش تخرج من الاي كلاود، ما تقدرش تغير الباسورد بتاع اي كلاود. ازاي؟ لان الميزه دي بيخليك ان انت كمان يطلب منك الفيس اي دي، فالموضوع سكيورتي عالي جدا. طيب موضوع رقم 5، او الحاجه رقم 5 اللي انت لازم تكون عارفها، السكرين شوت. السكرين شوت ببساطه انت بتاخدها بكذا طريقه.
طبعا الطريقه التقليديه ان انت بتدوس زرار الباور مع خفض الصوت فبياخد منك سكرين شوت، لكن مثلا انت ممكن تفعلها هنا في الاسيست تاتش، تعمل كده دبل تاب تاخد سكرين شوت. طيب احنا ازاي بنعمل بقى الموضوع ده؟ انت ازاي بتعمله لو انت مش عارف؟ تعال نشوف. هتدخل حضرتك على السيتنج، وبعد كده تدخل على accessibility او التسهيلات بالعربي، تدخل على تاتش. بعد ما تدخل على تاتش هنا في حاجه اسمها اسيستيف تاتش. اسيستيف تاتش دي مهمه اللي هي دي، شايف الدايره دي؟ هي دي الاسيستيف تاتش. طب دي بتعمل ايه يا صديقي؟ طب تعالى ندخل عليها كده. لما تدخل على اسيستيف تاتش هنا بيوضح لك انت عاوز الاسيستيف تاتش دي تشتغل ازاي. يعني سنجل تاب لو انت ضغطت عليها ضغطه واحده هتطلع لك المنيو اللي انا عاملها. هقول لكم ازاي تعملوا المنيو. لو عملت الدبل تاب او دوست عليها نقرتين تعمل لك سكرين شوت. تمام. لو عملت لونج بريس او ضغطه مطوله تاخد يعني تقفل الشاشه اهو. تمام. فده انت لازم تكون عارفه. طب احنا عرفنا نعمل سكرين شوت ازاي بطريقه بسيطه، لكن في حاجه تانية خليك برضو ازاي تاخد سكرين شوت بطريقه اسهل. احنا لسه في التاتش، هنرجع تاني عشان برضو يكون الموضوع سهل بالنسبه لكم ويكون الموضوع دقيق. accessibility، تدخل على accessibility، هتنزل تحت عند حاجه اسمها التاتش، هتنزل تحت في حاجه اسمها باك تاب. شايفين الباك تاب دي؟ اعملها اون. ايه الباك تاب؟ طب تعالى ندخل كده على الباك تاب. هنا بيقول لك دبل تاب تاخد تقفل الشاشه، تريبل تاب تعمل سكرين شوت. انت ممكن ببساطه تغير، تختار اي حاجه من الكلام ده. بصوا يا جماعه، الناس فاهمه ان علامه الابل اللي ورا دي عياقه زينه، يعني مجرد لوجو، لكن هي مش لوجو، هي مش مجرد لوجو. انا هنا عامل ان انا لو دوست دبل تاب على التفاحه دي لوك سكرين. طيب انا لو عملت دلوقتي تريبل تاب، لو انا عملت 3 نقرات على التفاحه دي خدت سكرين شوت. طبعا انت ممكن تغير في القصه دي، ممكن تغير في موضوع التاتش ده. فموضوع الباك تاب ده مهم جدا، او النقر الخلفي ده طبعا موجود في قائمه التسهيلات. حلو جدا. رقم 6 الاسيستيف تاتش اللي انا شرحتها لكم، اللي برضو موجوده في الاكسسبيليتي او التسهيلات. احنا لسه موجودين تاتش اسيستيف تاتش. دي بقى لما بتدخل عليها هنا انت ممكن تزود ايقونات زي ما انت عاوز. يعني انت هنا مثلا عاوز تخلي تعمل مثلا لوك روتيت او التدوير التلقائي. لو دوست هنا هيظهر لك. انت ممكن تخلي الدايره دي تجمع شويه حاجات انت بتسهل لك الاستخدام على حسب بقى استخدامك، بعلامه الزائد وتختار اللي انت عاوزه من هنا، هتظهر لك على طول في القائمه دي. حلو جدا. طيب دي مهمه جدا عشان تكون بتستخدم الايفون بتاعك بشكل اسهل. رقم 7 الباك تاب. الباك تاب دي احنا شرحناها وشرحناها ازاي بنستخدمها. حلو جدا. رقم 8 سكرين تايم. السيتنج، تدخل على السيتنج، في حاجه في السيتنج تطلع بره هنا كده. تعال نشوف حاجه اسمها السكرين تايم. سكرين تايم دي مهمه جدا يا جماعه اهي. السكرين تايم دي بتقول لك ايه بقى؟ بتقول لحضرتك انت استخدمت الايفون بتاعك النهارده، دي هو هنا بيجيب لك الديلي افريج اللي هو بيتكلم على الاسبوع يعني. طب انا عاوز اشوف استخدامي اخباره ايه في الايفون بتاعي. ندخل على اول اب او كل الابلكيشن. هنا بيقول لك النهارده السكرين تايم بتاعك 4 ساعات و6 دقايق. طب انا استخدمتهم في ايه؟ بيديك تفصيله كامله عن ابلكيشنز بتاعتك انت استخدمت قد ايه في الوقت. مهم جدا. رقم 9 اللي معانا الباك جراوند ريفريش. يعني ايه بقى الكلام ده؟ تعالوا ندخل. الموضوع ده بيوفر في البطاريه جدا يا جماعه اللي احنا هنعمله دلوقتي. ادخل على السيتنج وهتدخل على حاجه اسمها جنرال او العام بالعربي. بعد كده في حاجه هنا اسمها باك جراوند ريفريش او الخلفيه للتطبيقات ريفريش. بص انت فاهم او انا فاهم او كلنا فاهمين، انا لما بعمل كده وعملت كده يبقى انا كده لغيت الفيسبوك او خليت الفيسبوك يتلغي من الخلفيه في الرامات بتاعه الايفون. لا، هو شغال برضه. طب ايه اللي بيحصل؟
او ايه اللي المفروض يحصل؟ ادخل على الباك جراوند اب ريفريش دي، ان انت بتقفل التطبيقات اللي حضرتك شايفها ملهاش لازمه، ما تكونش شغاله في الخلفيه. شوف كل التطبيقات دي شغاله في الخلفيه، معنى كده ان ايه؟ البطاريه شغاله، بتستهلك اكبر. حلو حلو. طيب حاجه بقى رقم 10، الكيبورد. هو الكيبورد فيه كمان اسرار جدا. تعالوا اقول لكم على حاجه في الكيبورد خطيره. السهم اللي فوق ده، انت لو بتكتب انجلش كتير وعاوز تعمل الكلمات كلها كابيتال، هتدوس دبل تاب على السهم ده، خلاص بقى فيه كابيتال، كله بقى يبقى كابيتال، بدل ما كل شويه تعمل كابيتال وسمول كابيتال وسمول. تمام. طيب الكيبورد كمان الكوره اللي تحت دي لو دوست عليها دوسه مطوله، هنا لو انت عاوز تخلي ان انت تقدر تخلي الكيبورد ناحيه اليمين فتكتب بايد واحده، او تخليه ناحيه الشمال برضو تكتب بايدك الشمال بايد واحده لو انت ايدك التانيه مش فاضيه. طيب تعالوا ندخل على الكيبورد سيتنج. الكيبورد سيتنج بقى دي فيها شويه حاجات لطيفه كده، مش هشرحها لان الحقيقه هتاخد وقت مننا، لكن انت لازم تدخل عليها وتشوف الدنيا جوه عامله ازاي، لان فعلا هتستفاد منها قوي. طيب اخر حاجه معانا الشورت كات. ايه موضوع بقى الشورت كات اللي موجود في الايفون؟ هنا في ابلكيشن عندك في الايفون اسمه الشورت كات، ده وظيفته ايه يا جماعه؟ تدخل عليه كده، تعالوا ندخل عليه كده ونشوف. مثلا انا هجيب لك مثال بسيط جدا. انا دلوقتي عندي ارقام اهي، الارقام دي انا بتصل بيها دايما، انا بتصل بيها بشكل مستديم، فانا حاططها في الفون. انت لما تدخل هيقول لك الكول فيفورت. الكول فيفورت دي الحاجات اللي انا حاططها في الكونتاكت عندي. طب انا عاوز اعمل مثلا الرقم ده اخليه على طول في الهوم سكرين عندي. دوس عليه كده، اد تو هوم سكرين، او ضيف ل واجهه الشاشه او الموبايل بتاعي. هدوس عليها، هيقول لي انت عايز تسميه ايه؟ هقول له هسميه زي ما هو متسمى كده. تعالى بس نعمل الكيبورد نعدله. تمام. هقول له انا هسميه كده مثلا، هيقول لي اوكي تمام. طب انت عاوز تختار صوره ولا تختار حاجه؟ طب ممكن بقى تختار صوره وتختار حبشتكنات كتير جدا. لا، قول له اد. خلاص. شوف ظهر فين. طب انا عاوز دلوقتي اسحبه، واروح سحبه كده واحطه هنا. سحبته وحطيته هنا، بقى زي الفل، بقى انا حطيته في المكان اللي انا عاوزه. طيب عاوز اقول لكم اخر ميزه معانا في الفيديو النهارده، وان انت دلوقتي عندك شويه ابلكيشن عاوز تحركها من هنا للمكان الفاضي ده. هتعمل ايه؟ هتروح معلم كده على الابلكيشن اللي انت عايز تحركه، كله هيتعلم معاك، وانا متعلم كده. هتدوس بص بص بص، كله بيتجمع معاك، كله بيتجمع معاك، كله بيتجمع معاك، وفجأة تروح راجع كده. انت كده حولت 4 5 6 ابلكيشنز في نفس الوقت من غير اي مجهود خالص. تمام. اتمنى ان قدرت اكون فدتكم. ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناه وفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو احتجت اي سؤال انا مستنيك تحت في الكومنتات، ان شاء الله ارد عليك في اقرب وقت. اشوفكم الفيديو الجاي. تحياتي لكم.